بدايه 2020 معدلات الاكتئاب كان فيها زياده كويس للبزنس. لو انت سعيد وراضي او اي مجهود او تركيز او صباح الخير البنات، وش راكم؟ وش حوالكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. على بالي المره هذه طولت عليكم بزاف، خلاص والله اعذروني. الفيديو هذا عندي بالك واحد 10 جوغ منين صورته، مي والله ما قعدت باش ندير له المونتاج ولا باش نسجل فيه صوتي، مي بواني رجعت ان شاء الله. اليوم جيت نشارككم بهذا الروتين، يعني روتين خفيف ظريف، يعني تاع كامل العائلات الجزائريه. en même temps قلت نحكي في هذا لو سوجي اللي بزاف ناس تعاني منه ما يتولهوش مالوغوزمون. سورتو كي هذا لو سوجي عنده واحد طابع ايجابي، وهو التسويف المنتج. دونك الفيديو هذا راه موجه لاي وحده بورتون نهارها راه يدير فيه حوايج، يعني يدير فيهم انجازات صغيره، انجازات مليحه مفيده ليها يعني على لون تيرم وكل شيء، مي en même temps تحس وقتها ديما ضايع، وديما ماهيش تدير في الحوايج اللي عندهم فريمون اولويه في حياتها. ولا ماجوريتي فينا اللي طيحوا في هذا لو بروبليم هما ناس يعني ما شاء الله، ناس عندها اهداف، عندها طموحات، حابين يعني يطوروا من روحهم من حياتهم، حابين يديروا انجازات في حياتهم، مي عندهم واحد تشتت، يعني ما همش فاهمين رواحهم واش يديروا اكزاكتومون، ولا منين يبدا، ولا فهمتوني. هذا النوع من الناس تلقاه يعني كيف نفهمكم، تلقاه متعطش لحاجه اسمها معلومه، تلقاه يحوس بارتو، تلقاه في اليوتيوب يحوس كيفاش يبدا مثلا، ولا تلقاه يسمع لي بودكاست بزاف، يحوس يقرا دي زارتيكل كل شيء، مي في لافا ما يدير والو. وهذه المعلومات كامل اللي يهزهم اوليو باش يروح يكسبلواتيهم ولا يستثمرهم في الغايه اللي يعني الغايه الكبيره خلاها نتاعو ولا الهدف الاسمى نتاعو، نو تلقاه يضيع في وقته من بودكاست لبودكاست، من معلومه لمعلومه. وهذا سي فري، يعني حاجه مليحه الانسان يتعلم ويبقى ديما متعطش للعلم، مي ثاني اذا لهاك هذه الحاجه هذه لهاتك على الهدف نتاعك الكبير، يعني شغل ما درنا والو. نعطيكم ان اكزامبل هكا باش نوضح لكم شويه ابوبري الفكره. تلقى وحده مثلا العام هذا عندها سوتنونس، عندها ميموار باش ديرو، يعني عندها التزامات في كوتي تاع قرايتها، مي تلقاها اوليو باش تروح تحوس في المجال نتاعها ولا لو تام اللي خيراته، نو تلقاها باغ اكزومبل تروح تسمع دي بودكاست ولا تقرا كتابات على تطوير الذات، ولا على جو سي با انايا كيفاش تفتح مشروع، كيفاش تنجح، فهمتوني. وهذا الشيء كامل اللي راهي دير فيه مش باش تطور من روحها فريمون، نو هي راهي تتهرب من الالتزامات اللي عندها ومن الحوايج اللي عندهم فريمون اولويه في حياتها. هي عندها ميموار لازم تافونسي فيه، هي راهي تتهرب من الحاجه هذه باش ما ديرهاش ولا باش تاجلها وتسوفها. وهذا الشيء اغلبيتنا طاح فيه، انا واحده من الناس تحت فيه با مال دو فوا. تلقاني نورمالمون باش نروح نخدم على لو بروجي تاعي ولا باش نروح نوجد لي كور نتاعي، ولا تلقاني قاعد يعني انكونسيامون بدون وعي مني، تلقاني قاعد نروح ندير في الحوايج هذوما جوست باش ما نديرش الحاجه هذيك اللي عندها اهميه في هذاك الوقت. فهمتوني حبيباتي ابوبري واش حبيت نقولكم؟ والشي هذا مع الوقت راح يأثر في نفسيتك وراح يأثر في حياتك بلا ما تفيقي. راح تلقاي روحك تقولي بورطون مش قاعد نضيع في وقتي انا في حوايج تافهين، ولا مي ان ميم طون تلقاي روحك ما راكي تافونسي، ما راكي ديري في حوايج جدد في حياتك، ما راكي تنجزي فريمون في حوايج اللي عندهم اون فالور سما بارابور لي زوبجيكتيف نتاعك. بيان سور ليسونسيال تلقاي روحك قاعده في نقطه، ما راكي تافونسي، ما راكي ترجعي اون اريير. وهذا الشيء راح يحسك بواحد الاحباط، راح يحسك بواحد عدم الانجاز مع الوقت، يعني راح تزيدي تحسي روحك ضايعه اكثر واكثر. والحل هذا البروبليم لازم تحددي اولوياتك بيان كوم يلفو. يعني كي تنوضي الصباح حددي يعني اهم مهمه لازم ديريها النهار هذا، يعني نهار كذا وش هي الحاجه اللي فريمون ناويه تكمليها. روحي شوفي الحوايج اللي راهم وراك واللي لازم ديريهم درك وبداي فيهم. ما شوفي ما تخليش روحك خلاص تاجلي حتى حاجه، وما تخلي روحك تسوفي حتى في حاجه. شفتي الحوايج اللي فريمون يعني راهم وراك عندهم شحال وانت تاجلي فيهم وكل شيء، هذوك هما اللي تبداي بيهم.
واكتبي حبيبتي، اكتبي. اني ديما نوصيكم على الكتابه. بزاف ناس مش مدين لها اهميه، مي والله العظيم هي تقدروا تقولوا 70% من الحل تاع التسويف. على خاطر شتي كي تكتبي اولوياتك وتكتبي مهامك راكي ديجا درتي الخطوه الاولى في الفعل. اسمها كي راح تدخلي في الفعل تاع هذيك الحاجه، طونك كتبتيها راح تروحي تنجزيها. على بالنا كامل، على بالنا واش راح نديروا في هذاك النهار، ولا على بالنا في راسنا، مينو مام على بالك في راسك اكتبي. وثاني حبيبتي كي يكون عندك هدف حابه تحققيه، حاولي تربطيه بليزانفورماسيون اللي راكي تابسوربي فيهم شاك جور. يعني المعلومات اللي راكي تتعلمي فيها كل يوم حاولي يكون عندها ارتباط مباشر بالهدف نتاعك تاع هذيك لا بيريود. ما تخليش العشوائيه هي اللي تحكمك في حياتك، بالعكس انت اللي تحكمي في حياتك، وانت اللي تحكمي في المعلومات اللي يدخلوا لمخك. فهمتيني يا حبيبتي؟ على خاطر التسويف هذا راه مجرد تهرب ومجرد مخاوف كرياها الاخر تاعنا. العقل نتاعنا جوست باش ما يخرج هو من منطقه الراحه نتاعو. العقل تاعنا اون جينيرال كيما على بالكم ما يحبش يدير حوايج مش مال في يديرها، بالتالي تلقاي روحك خليتي الاهم ورحتي الحوايج سي فري مهمه مي ما تخدمش الاهم نتاعك. وهذه البنات نتمنى الموضوع يكون نال اعجابكم واستفدتوا منه ولو بمعلومه صغيره بركه. انا هذا هو الاوبجيكتيف نتاعي. وش راح نقول لكم، حاولوا ديما تكونوا يعني واعيين بالحوايج راكم ديروا فيها وبالحوايج راكم تفرجوا فيها ولا الحوايج راكم تسمعوا فيها ولا تقراوا فيها. ليسونسيال لازم تكونوا يعني حياتكم ما تخليوهاش هكاك بركه بعشوائيه، نو لازم تكونوا واعيين بكل شيء راه يدور حولكم. على خاطر دركا يعني مواقع التواصل الاجتماعي فيها بزاف 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 يعني معلومات بارتو، يعني في كل مجالات، سواء في لو موفي كوتي ولا في لو بون كوتي. الانسان يعرف واش يدخل مخه ويعرف واش يدخل حياته دون فاسون، يعني الحاجه اللي يدخلها تزيد فيه مش العكس يعني. والله يا البنات احنا في عصر المعلومات، يعني المعلومه نلقاوها ان بو بارتو. لازم الحاجه هذه تكون حجه لينا لا حجه علينا. الانسان اي معلومه يحاول يعني يهز معلومه مفيده يفيد بها نفسه ويفيد بها غيره. ونحاولوا مع بعضنا انه نشجعوا المحتوى الهادف، المحتوى اللي يزيد فينا. والله بزايد ما ان نطلعوا في المحتوى هذاك التافه اللي ما عنده حتى معنى، اللي ما يفيدنا ما يفيد حتى حد، بالعكس يزيد يضر المجتمع. وهذه البنات ما تنساوش ديروا لي جيم وخليوا لي كومونتير وبارطاجيوه مع صحاباتكم هكا باش يستفاد اكبر عدد ممكن. تهلاو في رواحكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.